تعالوا أقول لكم عن فضل الصلاة الإبراهيمية وعن المعجزات اللي بتحصل من الصلاة الإبراهيمية. أنا كنت في رمضان وكنت حاسة إن قلبي يعني إيه، انتوا عارفين إن إحنا في رمضان كده. بيبقى كل وقت بيعدي عليك وكل لحظة أنت بتبقى عايزة تقربي فيها من ربنا أكتر. سبحان الله، بيبقى صيام بقى وبيبقى في جو روحاني جميل جدا. طبعا كان في كده وقت كده بنقسم أوقاتنا طبعا للذكر للقرآن ولطاعات ربنا. فكنت بقول الصلاة الإبراهيمية كل يوم، وكنت بقولها وأنا بدعي وأنا ساكتة. وأنا حتى لما ببقى متضايقة كنت حاسة براحة غريبة كل مرة كنت بقول فيها الصلاة على إيه؟ على النبي، اللي هي الصلاة الإبراهيمية. تعالوا بقى كده مع بعض. طبعا لما بتصلى على النبي، قبل كده أنا عملت لكم فيديوهات قلت لكم إن إحنا يعني اللي بيصلى على النبي بيشوف معجزات وبيشوف رؤى وسبحان الله يعني. بتديله بركة وبتديله طمأنينة، ويعني كل حاجة فيها راحة، كل حاجة فيها سكينة كده. بتلاقي أمورك كلها بتتيسر، يعني لو عندك مشكلة، لو عندك أي حاجة تلاقيها بتتسهل عليك. سبحان الله. بتلاقي يومك فيه بركة، حياتك فيها بركة، رزقك كله بيبقى فيه بركة، حتى لو الرزق قليل. يعني أهم حاجة إن إن الإنسان يكون في الحياة بتاعته بركة. يعني أنت ممكن تكوني الرزق اللي بيجيلك قليل، ولكن يعني في ربنا سبحانه وتعالى عامل لك فيه بركة عظيمة، ان هو بتجيبي بيه كل اللي انت بتحتاجيه انت واولادك. يعني ما بتحتاجيش ان انت تديني او ان انت مثلا تبقي محتاجة حاجة وما مش عارفة تجيبيها. لا، ربنا سبحانه وتعالى بيسهلها بفضل طبعا الذكر. فأنا اتعودت ان الصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام هي خير وبركة في كل حاجة. تعالوا بقى أحكي لكم، بما إنكم بتحبوا تسمعوا الأحلام الجميلة والرؤى العظيمة اللي بنشوفها من خلال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا كنا في رمضان، وطبعا طبعا انتوا عارفين في رمضان يعني إحنا ما فيش نوم. سبحان الله، يعني ما بتلاقي حياتك كلها سبحان الله. انت يعني ايه، بتحاولي ان انت يعني ايه كل لحظة تقضيها في ذكر الله سبحانه وتعالى وفي طاعته. فكنت في رمضان يا بنات، وبعدين انا صليت الحمد لله. طبعا بنصلي التراويح وبنخلصها، وبعد كده في الليل بقى صليت الايه، صلاة التهجد. وقعدت يعني كده مع نفسي ومسكت الايه السبحة وقعدت أصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللي هي الصلاة الإبراهيمية، اللي هي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأنا كنت يعني بذكر بالطريقة دي، وطبعا ماسكة السبحة وإيه وبسبح عليه. أنا بعد طبعا ما صليت التهجد فقلت إن أنا إيه أصلي كده وإيه أستنى الفجر، فعملت ورد للصلاة على النبي. والله يا بنات، يعني اللي أنا هحكيه لكم ده بجد حصل، والله بجد حصل معايا. ومن الحاجات اللي خلتني في حالة، يعني مش عارفة أوصف لكم الحالة اللي أنا كنت فيها. لأن اللي أنا شفته يعني حاجة عظيمة عظيمة، حاجة عمري ما شفتها. الرؤية اللي أنا شفتها يعني ما مش عارفة أوصف لكم الإحساس. لكن يا بنات أنا ولله الحمد من كتر الذكر أنا ما أعرفش بقى أنا يعني إيه. سبحان الله، عينيا غفلت كده وأنا بذكر وبصلي على النبي. فالمهم، طبعا أنا يا بنات في الحقيقة أنا ما أعرفش طبعا البيوت كانت ايام الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني انا ما اعرفش الشكل اللي هو الايه الحقيقي بتاعها ايه،
ولا الوضع كان إزاي أيامها طبعًا. ولكن أنا حلمت يا بنات ساعتها إن أنا ماشية ما بين يعني في المكان اللي كان ساكن فيه زي الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. فأنا مشيت في المكان ده، وبعدين لقيت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني لقيت سيدنا علي بن أبي طالب. وما شاء الله يعني أنا مش عارفة أوصف لكم قد إيه هو جميل وقد إيه يعني شكله كان يعني عظيم. ما شاء الله يعني أنا مش عارفة يعني إيه أقول لكم البشريات اللي كانت في الرؤية. ولكن أنا شُفت سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وكلمته، و خدني كده ورُحنا. طبعًا أول بيت خدني فيه اللي هو بيته اللي هو كان فيه السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. طبعًا يعني البيوت كانت عبارة يا بنات عن إيه، يعني زي دور كده، وطبعًا مبنية كده إيه، مش زي البيوت بتاعتنا دلوقتي. آآ دخلت طبعًا على السيدة فاطمة وسلِّمت عليها. يعني سبحان الله أنا باحاول أحكي لكم كل نقطة، مش عايزة أنسى حاجة، لإن طبعًا بُصّوا يعني عايزة أوصّل لكم الحلم زي ما أنا شُفته بالضبط. فاللهم صل وسلِّم وبارك على سيدنا محمد. دخلت عند السيدة فاطمة وزي ما قُلت لكم كده سلِّمت عليها. وطبعًا سيدنا علي بن أبي طالب ما دخلش معايا، هو وصّلني لغاية البيت ودخلت معاها، وكانت لابسة يعني زي الزي اللي هو الشرعي، ما كانش باين فيها يعني منها أي حاجة. هو يعني زي نقاب كده يا بنات، بس هو من فوق كده، يعني مغطي من فوق راسها كده لمّة يعني زي جلباب كده، أو عارفين أنتم الإدناء اللي هو بيبقى ماسك كده من الراس لغاية الرجل تحت، مش باين أي حاجة. مش زي النقيبة اللي هي بتاعتنا دلوقتي، اللي هي ممكن قطعة واحدة وبتترفع والكلام ده. لأ، هي لابساه حاجة واحدة. وسبحان الله البيت اللي هي قاعدة فيه كان بسيط جدًا، بسيط جدًا، 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 يعني عبارة عن الأرض عادية طبعًا، بس اللي لفت نظري إن في مكان مخصص كده للصلاة يا بنات. يعني هو عبارة عن المكان محطوط فيه الفرو بتاع الماعز، أو عارفين الحاجات دي الفرو بتاع الخروف أو حاجة زي كده محطوط، المصحف كده مفتوح، والمكان عبارة يعني المكان الظاهر قوي هو مكان الصلاة. وساعتها جه أذان الظهر وصلينا الظهر. والحياة سبحان الله يعني سألتني عن الحياة، فأنا قُلت لها إن حياتنا دلوقتي، فحكيت لها عن الحياة اللي إحنا قاعدينها دلوقتي، والله ده في تلفزيونات يعني قعدت أحكي بقى اللي بيحصل معانا في حياتنا، إن إحنا قد إيه يعني زي ملهيين كده في الأولاد وفي الحياة وفي المشاكل. هُم عايشين عيشة تانية خالص يا بنات، يعني والله العظيم في الرؤية بجد إن هم حياتهم عبارة عن الصلاة، القرآن، الحياة اللي هي الجميلة دي، هي كده بس، يعني حياتهم ودنيتهم هي كانت كده بس. قالت لها ففي كلامها فيما معناه إن لأ، يعني الحياة هي إحنا مخلوقين للعبادة وللذكر وللقرآن ولحفظ القرآن وتعلم آيات الله هي كانت الحياة كده. آآ فسبحان الله صلينا الضهر وقعدنا اتكلمنا زي ما باقول لكم، وعرّفتني الحياة عندهم إزاي، وقد إيه هي استغربت لمّا أنا حكيت لها على الحياة اللي إحنا عايشينها. وقد إيه إحنا ملهيين، يعني سبحان الله. آآ فيمكن دي رسالة ليّا وليكم ولكل حد، إن خلّي دنيتِك هي عبارة عن حياة بترضي الله. يعني خلّي الحياة بتاعتِك
الدنيا اللي أنت عايشاها هي حياة بترضي الله، سبحان الله. هي الرؤية سبحان الله أنا شُفتها، والبيوت زي ما قُلت لكم كده عبارة عن إن هُم يعني السيدة فاطمة، وجنبها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسيت أقول لكم إن أنا شُفت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معلش الكلام خدني، إن أنا شُفت النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. آآ والله يا بنات يعني أنا باحكي لكم وأنا بجد يعني الرؤية ديّة غيّرت فيّا كتير، يعني لمّا شُفتها الحمد لله يعني أنا أيام ما شُفت الرؤية دي بجد غيّرت منّي كتير، حسّيت إن الدنيا لأ، يعني الرسالة دي إذا كانت ليّا، بس برضه أنا باقولها عشان الكل يستفاد منها، إن خلّوا بالكم إن الدنيا ديّة بجد يعني هتنتهي، يعني عاجلًا أم آجلًا هي هتنتهي. ولكن لمّا تنتهي على ذِكر وعلى طاعات الله سبحانه وتعالى وعلى اللي ربنا سبحانه تعالى أمرنا بيه، على قد ما يعني مش هاقول لكم على قد ما تقدروا، هو إحنا مخلوقين أساسًا عشان العبادة، مخلوقين عشان نرضي الله سبحانه وتعالى. فسيبوا الدنيا بمشاكلها بكل حاجة واتجهوا لله، اتجهوا للذكر، يعني اذكروا الله كتير، الذكر هيخلّي حياتكم مختلفة تمامًا. الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بتخلّي القلب كده يعني إيه زي الإيه، زي ما يكون بننضّف كده قلوبنا من أي حاجة معكّرة، يعني زي ما تجيبي كده كوباية بيكون مكانها شاي أو مكانها عصير أو كده، مجرّد ما بتغسليها خلاص بتبقى نضيفة وحلوة، تقدري تحطّي فيها حاجة تانية، تحطّي بقى فيها شاي تاني، ما هينفعش إن أنتِ هتصُبّي مثلًا حاجة في نفس المكان، مكان ما أنتِ أي حاجة شربتيها. فالقلب زي كده، ما ينفعش إن أنا أبتدي أصلّي قيام ليل وأصلّي، وأصلّي، وأصلّي وأنا قلبي فيه تراكمات لأ، فضّي قلبِك كده نضّفيه، ومن الحاجات اللي بتنضّف القلب هي الذكر. يعني اذكري ربنا هتلاقي أي بقى فِتَن يعني أصل سبحان الله القلب لو اتوجد فيه أي فتنة من فتن الدنيا، هتلاقي نفسِك مش هتستمتعي بالطاعات ولا بالذكر، سبحان الله. زي ما ضربت لِك كده المثل إن لو كوباية فيها لسه حاجات مش نضيفة، مش هينفع تحطّي فيها مَيّة ولا ينفع تحطّي فيها عصير، لازم أنضّفها الأول، فلازم أنضّف القلب الأول، والذكر والصلاة على النبي من الحاجات اللي بتخلّي القلب ينضف. سبحان الله يعني الصلاة على النبي بتخلّي القلب قريب أوي من ربنا يا جماعة، يعني بتخلّيكِ عارفين أنتم القلب اللي هو آآ من أقل حاجة كده بتلاقيه يعني إيه، لمّا يسمع ذكر الله كده يعني زي ما ربنا بيقول وجلت قلوبهم لذكر الله، يعني القلب كده بتلاقيه سبحان الله من أي كلمة بيستجيب، والعين تلاقيها بتدمع من الكلام اللي بتسمعه، فلازم ننضّف قلوبنا. أنا طبعًا حكيت لكم الرؤية، وباوصّيكم بإنكم تذكروا الله كتير، باوصّيكم إن أنتم تصلّوا على النبي كتير عليه أفضل الصلاة والسلام. بنصلّي على النبي يا بنات مش عشان والله هي بتعمل بركة في كل حاجة، بس ما اعملهاش بقصد إن أنا أبقى غنية ولا أبقى عندي ولا أبقى عندي، اذكري الله عشان خاطر ربنا، لو حبيتِ ربنا بصدق ربنا سبحانه وتعالى هيحبِّك. لو قرّبتِ لربنا بجد ربنا سبحانه وتعالى يعني هيجيب لِك الدنيا لغاية عندِك بما فيها. فربنا سبحانه وتعالى قريب جدًا مننا، ولمّا بنعمل حاجة بس صغيّرة كده يعني وفيها صدق لله ربنا سبحانه وتعالى يعني سبحان الله بيدّيكِ أكتر وأكتر منها، وحاجات كتيرة أكيد يعني كُلّنا لو جيتِ كده تشوفي إيه في حياتِك، هتلاقي في حاجات كتيرة ربنا سبحانه وتعالى بينعم عليكِ فيها. ما تنسوش تصلّوا على النبي كتير، والرؤية اللي أنا قُلتها لكم دي والله صادقة يا بنات، والله صادقة، ودي أنا شُفتها في رمضان وبفضل الصلاة الإبراهيمية. صلّوا على النبي كتير، لإن هي سبحان الله المفتاح لفرج كبير. آآ الصلاة الإبراهيمية ليها سر مش أي حد يعرفه.
مش قادرة تتكلمي، يعني حتى وأنتِ موجوعة، بس قوليها وصدقيني هتشوفي الفرق بعينِك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشوفكم كده فيديو جديد، وشاركوا الفيديو يا بنات مع أصحابكم ومع حبايبكم، شاركوا الفيديو مع كل اللي بتحبوه. آه، وما تنسوش كده، يعني يبقى لكم كده ايه، لما تشاركوا الحاجة، لما تعرفوها لحد، حاجة معلومة انتوا عرفتوها وتعرفوها لحد مش عارفها، طبعا بتؤجروا عليه وبيكون لكم ده عمل صالح يوم القيامة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.